صباح السعادة. لو لسه بتفكري هتعملي ايه في سندوتشات المدارس او تجهيزات اللانش بوكس، فالنهاردة هقولك افكار كتير حلوة هتعجبك ان شاء الله، وكلها بحاجات كلها من البيت، يعني على قد امكانياتك هتعمليها. مش شرط تعملي اللي انا عاملاه، هديكي عجينة حلوة مظبوطة. ويلا نسمي الله ونبتدي. معانا كيلو دقيق هنا زي ما انتوا شايفينه، هنحط عليه كيس بيكنج باودر، وهنحط كيسين من الخميرة، معلقتين سكر زي ما انتوا شايفين كده او 3، وهنحط رشة ملح، ونقلب الكلام ده كله زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليهم بحبيتين من البيض، وهننزل عليهم برشة من الفانيليا او كيسين فانيليا، ودول معلقتين لبن بودرة، وهننزل بالشكل ده عليهم. طبعا لبن رايب او زبادي الاتنين ينفعوا. هتحطي كوباية من اللبن الرايب، وادي كوباية زيت، وهنعجن بالطريقة دي كده زي ما انت شايفة. هننزل بكوباية زبدة، والزبدة بتدينا طراوة للعجينة، وبتدي طعم حلو قوي. وينفع سمنة، ما تعطليش نفسك على اي حاجة. هتعجنيها بالشكل ده كده، ايوه كده. وطبعا خلينا متفقين، لو مفيش عجان تبقى ايدك يا شاطرة وهتعجني بالشكل ده كده وهتلمي. هنسيبها بقى ايه تتخمر معانا على حسب درجة حرارة المكان عندك. تاخد نص ساعة، تاخد 45 دقيقة، على حسب المكان عندك. اي حاجة في التلاجة عندك طلعيها، مش شرط تعملي اللي انا عاملاه. اي جبن عندك، اي لانشوت، اي سوسيس، اي لحمة، اي فراخ، اي حاجة عندك طلعيها. هنطلع الهواء من العجينة بتاعتنا كده بعد ما خمرت. ايوه كده، ما شاء الله، العجينة بتاعتنا حلوة وزي الفل. يلا بقى نبطط ونفرد كده زي ايه، زي الشطار، وطبعا بالطريقة اللي انت عايزيها. انا كل اللي هعمله معاكي ان انا ان شاء الله هتاخدي مني عجينة ناجحة ومظبوطة 100%. يلا بقى تعالي هنفردها بالشكل ده كده. وزي ما قلتلك، مش شرط الحشوة اللي انا حطوها، اي حاجة انت بتحبيها اعمليها. هنا هعملها كده سوسيس، وهعملها زي سندوتشات بالطريقة دي كده، والحركة دي بتسهل معايا كتير. على طول كده هنعمل كذا شكل، وهنعمل حاجات حلوة كتير، منها الحادق ومنها الحلو، وان شاء الله هتعجبكم. عندك جبنة رومي، عندك جبنة بيضة، اي خضار عندك في التلاجة زي ما انت شايفة. بس اهم حاجة الخضار ما ينزلش اي سوائل، او الجبن اختاري نوع جبن ما ينزلش اي سوائل. وبالشكل ده كده مش هتاخد معاكي حاجة. ساعة زمن هتتعبيها، بس صدقيني هترتاحي اسبوع او 10 ايام وانتي مطمنة، وحاطة سندوتشات ولادك في الفريزر. كل اللي هتعمليه هتطلعيه اول ما تصحي دقيقة واحدة في الميكروويف، او هتسيبيه لحد ما يفك كده، وهو هيبقى زي الفل معاكي. وارتحتي من تعب كل يوم وسندوتشات كل يوم. وصدقيني بعد الفيديو ده وبعد اللي هتعمليه، صدقيني هتدعيلي. بس ما تبقيش بخيلة وتنسيني في دعوة حلوة منك. هنبطط زي ما قلتلكوا كده بقى ايه، زي ما انت عايزة وبالشكل اللي انت عايزاه. يلا بقى كده بصي اهو، تعطليش نفسك، مش هتحتاجي ادوات ولا هتحتاجي حاجة، بايدك كده واشتغلي. نسيتوا تصلوا على الرسول، صلوا على الرسول معانا عليه الصلاة والسلام. هنرص كده على صاج مدهون زيت، حاجة بسيطة بالشكل ده. وعايزة اقولك هي ما شاء الله عليها مختمرة، فاحنا هنسيبها كمان 10 دقايق، يعني مع بال ما نخلص الكمية كلها هتكون على اخر صاج احنا بنخلصه. بندخل اول صاج عملناه في الفرن، رف اوسط، درجة حرارة 200، ما بتقعدش اكتر من 10 دقايق، وهيطلع معاكي المخبوزات بتاعتك زي الفل. جبت ربع كوباية لبن، عليها بيضة، رشة فانيليا، ودهنا الوش بيهم كده. وزي ما انت عايزة، عاوزاها سادة
عاوزاها ترشي عليها سمسم وحبة البركة، احنا مش هنختلف. الحاجات دي كلها اختياري، والحاجات دي كلها زي ما انتوا حابين تعملوها اعملوها بالشكل ده كده. انا هعملها زي ميني بيتزا صغيرة عشان احطها في اللانش بوكس. اكيد طبعا مش المدارس بس، اكيد بنروح النادي، اللي بيروح النادي واللي بيروح المدرسة، واي حد. لو كوباية شاي بالليل وانتي قاعدة الصبح على الفطار ممكن تعملي كوباية شاي بلبن وتحطيها، فدي فطار حلو كويس، او عشاء خفيف بالليل. يعني مش شرط المدارس ولا شرط التمرين ولا النوادي ولا اي حاجة من دي. ربنا يخلي لنا اولادنا ويسعدكم بيهم يا رب وتفرحوا بيهم. ايه رأيكم؟ استاهل دعوة حلوة منكم بقى. لوحة فنية، بسوم بتعمل لوحة فنية يا جدعان النهاردة. ما شاء الله. عايزة اقول لكم من احلى الحاجات اللي بحبها فهي المعجنات. المعجنات دي اكتر حاجة بتسعدني في عمايلها، بجد بكون مبسوطة يوم ما بعمل معجنات وتعمليها بقى وتشكليها بالشكل ده، تاخدك في حتة تانية بصراحة. اعملوا وفرحوا بيتكم واولادكم واملوا البيت كله خير. ما تقوليش حاجة غالية وما تقوليش حاجة رخيصة، وما تزعليش نفسك. الغالي على الكل، كل حاجة بقت غالية، مش عليك انتي بس، الناس كلها. بس المهم ازاي تفكري ان انتي تعملي افكار حلوة وتسعدي البيت اللي انتي عايشة فيه، اسرتك الحلوة، ولادك، جوزك، وتهونوا على نفسكم التعب والغلا اللي الناس فيه ده. وان شاء الله كله بيعدي، الحلو بيعدي وصدقوني، والوحش برضو بيعدي. ربنا يجعل ايامنا وايامكم كلها حلوة وكلها خير ان شاء الله. هنا حطيت معلقة قرفة على معلقة كاكاو على معلقة سكر على معلقة، على نص معلقة صغيرة من الزبدة، تربط لي الكلام ده كله. وهنعملها مخبوزات بالقرفة والكاكاو والسكر. دي كانت حاجة جزء من العجينة بتاعتنا، وهنكمل وهنعمل أشكال حلوة تاني، وخليكم معايا. وهنا هنعمل رول كده كبير زي بيتزا كده رول، هنلفه رول كده هيعجبكم. وطبعا انا هنا حاطه زيتون وسوسيس وجبنه وحاطه خضار كتير فيه بالشكل ده. هنطبقها كده من الجنبين وهناخد كده من قدام. ايوه كده بالظبط، ما شاء الله عليا. هنعمل كده فتحات. مش بقول لكم دي اكتر حاجات بحبها المعجنات؟ عشان كده هتلاقوني دايما انا فاشلة ان انا اعرف اخس. المعجنات اكتر حاجة بحبها في حياتي. وهنا طبعا عملتها بالسكر زي ما انتوا شايفين كده، سكر من على الوش، حاجة بسيطة عشان نراضي الجميع. ايوه كده. حط سمسم وحبة البركة، وطبعا لو حابين تستغنوا عن الكلام ده تقدروا تستغنوا عنه. طلعت من الفرن خلاص اهيك زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وما شاء الله بتعمل كمية كبيرة معانا. اعملي الكمية كبيرة واحفظيها في التلاجة عندك وان شاء الله هتعجبك. ريحتها كانت مفحفحة بطريقة جميلة ومالية البيت كله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. كانت حاجة في منتهى الروعة ومنتهى الجمال. دي كانت اكلتي النهاردة ليكو ووصفتي، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة واكلة جديدة. وطبعا ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم. وهي دي كانت اكلتي النهاردة، والسلام عليكم.